يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله بعد غياب طويل جيت نشارك معكم هاد الرشمه هذه اللي كنت ديجا خدمتها في واحد الجلابه وما كتبش اني نصورها لان كانت الظروف يعني ما تسمحليش اني نصورها. كان عندي الضغط في العمل وداكشي ما كانش عندي الوقت للتصوير. واليوم كتبت ورجعت عاوتاني تكوموندات عندي باش نخدمها لواحد السيده وقلت هذه فرصه اني نشارك معكم الخدمه ديالها. هي سهله الخدمه ديالها ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكتجي في المنظر ديالها رائع. غادي نخلي لكم لا فوطو هنايا الفوق باش تشوفوها كيفاش كتجي كامله يعني الخدمه ديالها. هاد السيده هذه غادي تخدمها بالراندا وانا كنت سبقت لي خدمتها بالعقاد يعني الخدمه ديال الطايور. كيف ما كتلاحظوا هنايا مخدومه طرز تركي والغرزه ديال البرشمان. نتمنى يكون الشكل واضح. شي حاجه اللي كتجي انيقه وكيف ما قلت لكم سهله في الخدمه ديالها وكتجي شي حاجه اللي يعني مزيره في الخدمه ومتقونه. هنايا انايا خليت واحد لي سباط هنايا لتحت باش نوريكم كيفاش خدمت هاد الغرزه هادي نتاع البرشمان وكيفاش خدمت هاد الطرز ديال التركي. هنايا انايا ديجا خادمه الجانب الايمن كيف ما كتلاحظوا. نص طوق انت كديري فيه على حساب شحال بغيتي في نص طوق. انايا هنايا دايره تقريبا 39 في نص طوق وكيكونوا 4 ديال المستطيلات. وهنايا كيف ما كتلاحظوا انايا زايده هذا الطرف هذا ديال الثوب ملصقاه هنايا باش منين ندير المرمى ديالي نقدر اني نخدم براحتي واني نطوندي الثوب بلا ما يعذبني ويتجبد لي في الخدمه. حيت هاد الخدمه ديال التركي ضروري يكون الثوب مطوندي مزيان ومجبد باش حتى هاد الغرزه ديال البرشمان ما تجيش مكمشه وما يكمشناش الثوب في الخدمه. المهم غادي تبقاو معايا باش نوريكم الخدمه كيفاش تبديتها وكيفاش غادي نساليها. ما تزابيوش نريقل التليفون ديالي على حسب الوضعيه ديال التصوير وهاني معاكم. ونسيت ما قلت لكمش واحد المعلومه ان بالنسبه للراندا غادي تخليو هنايا نص سنتيم او لا سنتيم فقط. هنايا كيف ما كتشوفوا هذه راها الحاشيه ديال الثوب يعني هذه كلها غادي تحيد غادي تدخل داخل وغادي يبقى هاد نص سنتيم هو اللي غادي تخدم على الجانب ديالو الراندا مباشره باش هكا تجي الخدمه يعني منها للراندا ما يجيش واحد لي سباس بيناتهم. كيف ما خدمت هذيك الجلابه اللي قبلها بالخدمه ديال الطايور. الخدمه ديال الطايور كتخليو هنا سنتيم ونص حتى 2 سنتيم على حساب فين تجي السفيفه اولا القيطان داكشي اللي اختاريتوه نتوما مع هذا الرشمه هذه. ومع هذا الرشمه عامره انا كنفضل انكم تخدموا غير بالقيطان يعني وعقيدات وصافي يعني بلاش ما ديروا السفيفه حيتاش اصلا الرشمه مشارجيه. وهنايا من بعد ما تبت المرمى ديالي على هاد الاله اللي كنطرز عليها باش هكا يجيني التصوير سهل غادي نبديو الخدمه. انايا خليت هاد العمود هذا باش نوريكم فيه الخدمه وهاد العمود هذا اللي جاي بالطول وهذا اللي جاي بالعرض باش هكا تعرفوا كل جهه كيفاش غادي نديروا خدمه. اول شيء من كنبديو الخدمه كنخدموا هاد الاعمده هما الاولى حتى كنساليوهم عاد كنبديو نخدمو هاد الاعمده هادو اللي كيجيو في الوسط. المهم انا هنا غادي نبدي معكم هنايا كيف ما كتلاحظوا انا مساليه الخدمه في هاد البلاصه غادي نطلع هنايا نتمنى يكون واضح. نطلع في هاد البلاصه هادي هاد الشكل وكنجي لهاد الجهه لهاد الخط هذا غادي نبقى نخدم على هاد جوج خطوط هذا هاد جوج خطوط هادو عفوا. دابا خدمت في هاد الخط غادي نجي هنايا وندير واحد الغرزه بحال هكا يعني واحد النفذه على هذا الشكل هذا. الابره كنحاولوا نخدموا بها ما تكون غليظه ما تكون رقيقه تكون موين وكنجبدوا الخيط ديالنا على هذا الشكل. الخيط يكون مبروم شويه مزيان على هذا الشكل هذا. وكنرجعوا دابا نخدموا على هذا الخط هذا بحال اللي كنديروا علامه اكس على هذا الشكل هذا. وإلا خفتوا ما تجيكمش نفس التقاده
ديال هاد الجهه وهاد الجهه غادي نوريكم كيفاش تشدوا العبار ويجيكم داكشي مقاد. هانتوما دابا انايا دخلت الابره منا وخرجتها هنايا، غادي نجي عند هاد النهايه هنايا وغادي نبعد شويه عليها، يعني نفس الغرزه اللي يعني نفس المسافه اللي كندخلها منا ونخرجها منا، غادي نرجع ندخلها منا ونخرجها عند هاد هنايا. نتمنى يكون واضح، يعني نخرجها عند هاد الغرزه هادي اللي جايه في الاخير باش نحافظوا على نفس المستوى. وهاد البليصه هنايا، هاد البليصه هنا تكون نفس العبار ديال هنا، باش هكا نحصلوا على اكس بنفس الحجم ونفس العبار. يعني هكا غير المبتدئات اللي يخافوا انهم ما يجيبوش نفس العبار ديال هاد الغرزه ديال البرشمان، اما اللي كتكون متمكنه راها عينها ميزانها ودغيا دي تخدمها. وكنكملوا على هاد الطريقه هادي. هانتوما ها هو الخط، واخا ما باينش مزيان في الكاميرا، كنجي نفس المسافه وكنخرج عند هاد الغرزه الاخيره بهذا الشكل هذا. وكنكملوا بنفس الطريقه، راه ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه، كنكملوا بنفس الطريقه. على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون واضح، ونتمنى الشرح يكون واضح كذلك. ونفس نفس الغرزه اللي كتكون من هنا كنخرجوا هنايا عند الاخير ديالها، يعني عند في الخط ديالها نيشان على هذا الشكل. يعني هاد الغرزه هذه تخرج لي في الخط ديال هذه نيشان، هاد الغرزه اللي هنايا. وفي هاد الجهه كذلك الغرزه اللي كتخرج مخرجه منها تخرج لي في هاد الخط اللي من هنايا المقابل ليه نيشان، باش هكا تحصلوا على نفس الحجم ونفس الشكل وما يجيش داكشي فيه ديكالاج. وهذه هي الغرزه ديال البرشمان. انا غادي نساليها حتى لهاد البلاصه هذه ونرجع معكم باش نخدم هذا الخط باش ما يجيش الفيديو طويل، ونطبق معكم هاد التوركي هذا. من بعد ما ساليت هاد السطر هذا كيف ما كتلاحظوا غادي نخدم دابا هذا. كيف ما قلت لكم حتى تخدموا هادو هما الورا عاد توليو تخدموا هاد اللي جايين بالعرض. انا خليت هذا هو التالي باش هكا نوريكم الخدمه ديالو كيفاش جات. هنايا غادي نجيو نطلعوا في هاد البلاصه هادي، نتمنى يكون واضح. كنطلع في هاد البلاصه هادي، ما خصناش نخليو الفراغ نهائيا. كيف ما هنايا شوفوا ما كاينش الفراغ نهائيا، حتى هنا خصنا ما نخليوش الفراغ باش هكا يجي المربع كامل من كاع الجوايح، يعني كاع النواحي يجي المربع مزيان. انا هنا كنحاول نعاود نبرم الخيط باش هكا تجيني الخدمه رقيقه، ما يجينيش الخيط غليظ، تجيني هكا الخدمه رقيقه. دابا طلعت هنايا الخيط، غادي نجي هنا وغادي نفس المسافه كنحافظ عليها على هذا الشكل هذا، وكنكمل عادي. كنخرج في الكماله ديال هاد الغرزه التاليه هذه. نتمنى يكون واضح. على هذا الشكل هذا، وكنرجع هنايا وكنرجع نطلع في الكماله ديال هاد الغرزه هذه. شوفوا جايه معاها نيشان. المهم في هذا الشيء ان ليسباس ما نخليش الفراغ فيه نهائيا، ما نخليش ليسباس بين المربع والمربع اولا الغرزه والغرزه، باش هكا تجي الخدمه نقيه ومنظمه ويجي المربع عامر.
نتمنى تكونوا فاهمين الشرح ديالي ونكون قادره نبسط لكم ما امكن على هذا الشكل هذا. وكنحافظ على نفس المسافه. ننصحكم بهذه الاله، هذه كتساعد بزاف في الخدمه، ما كتبقايش كل مره كتطلعي تشدي الميتي وتحطيه وتولي تطلعيه. هذه كتساعدكم كتخدمي بجوج يدين ديريكت. المهم هنايا كي كنوصلوا لهاد البلاصه هذه كنخدموا فوقها على هذا الشكل. دابا غادي نجي هنا وغادي نحافظ على نفس المسافه ونفس الخدمه على هذا الشكل هذا. كنعتبر بان هاد الخدمه هذه ما كايناش، كنبقى نخدم بحال اللي ما كايناش. ها نتوما على هذا الشكل هذا، ها نفس المسافه محتفظه بها وكنخدم فوقها باش هكا ما كيبقاليش الفراغ وراها كتجي عاديه في الخدمه، ما كيجيش داكشي مخبز وما كتجيش الخدمه يعني الخدمه غير معربزه وصافي. يعني كيجي داكشي نقي ومتكامل، يعني ما كتعرفيش المربع فين راه اللي طالع وفين راه اللي غادي. هكا كيكون داكشي متداخل مع بعضياته. وكنكملوا بنفس الطريقه كما كتلاحظوا. انايا ما بغيتش نزرب الفيديو في نفس الوقت، ما بغيتش نكملو بوحدي لاني بغيت نكمل معكم هاد البارتيه هي اللي مهمه. هانتوما نحافظ على نفس المسافه وكنكمل عادي. ومنين تبغيو تطبعوا هاد الرشمه هذه حاولوا تطبعوا في مره الجوانب بجوج، يعني يعني نصوصه بجوج ديال الجلابه الايمن والايسر. حاولوا ديروا واحد على واحد. راني مخليه طريقه الرسم في القناه ديالي في واحد الفيديو. سمحوا لي كنوقف لي الفيديو في التصوير. كيف قلت لكم عندي فيديو في القناه فيه الطريقه ديال الرشيم جوايه بزوج في مره واحده باش هكا كتحصلوا على الرشمه كيف نفس القياسات، يعني كيف هاد الشيء كيف الجهه الاخرى في نفس القياسات. المهم غادي نكملوا على هذا الشكل هذا بنفس الطريقه. ما كنجبدوش الخيط بزاف باش ما نكمشوش الثوب، وخاص الثوب ديالي في المرمى يكون مطوندي باش يطوعني في الخدمه، ما خصوش يكون مرخوف. وهنا كيف ما قلت لكم كنكملوا عادي كما كتلاحظوا الخدمه كنخدم فوقها يعني على هذا الشكل هذا وراه كتجي عاديه. المهم انايا غادي نساليها وغادي نرجع معكم باش نكملوا هاد الطرز هذا. دابا من بعد ما ساليت هاد الخط هذا كيف ما كتلاحظوا حتى لهنايا شفتوا الخدمه كتجي عاديه. غادي نحيد هاد الابره هادي، غادي نحيدها وغادي ندير هادي ديال التركي اللي كتكون مردومه منا، كتكون مردومه كيف ما كتلاحظوا. غادي نبدي نخدم بها. اولا هنايا انا ما مطراسياش النقط اللي غادي نبدي نطلق عليهم هاد الخيوط هادو، حيتاش عارفه المسافه يعني ميزانيه يعني موالفه كنخدمها يعني عارفه. بالنسبه للمبتدئات شنو غادي ديروا؟ اولا حنا عندنا هاد الزاويه هادي، هاد الزاويه هادي غادي نحدد نقطه هنا في هاد الجهه في هاد الخط هذا ونقطه هنايا غير بالستيلو بصح ما تبينوش بزاف. وغادي نجي هنايا بحال اللي كتشكل واحد نصف دائره هنايا بعينيكم، يعني ما غاديش نطرسيوها ولا كديروها خفيفه ياكم. كنديروا عليها نقطه هنا ونقطه حداها، وكنجيو عاوتاني نديروا نقطه حداها ونقطه في الجهه الاخرى، وكنجيو هنايا كنديروا نقطه، كنجيو هنا كنديروا نقطه. يعني كنديروا في هاد الزاويه القائمه اللي عندنا هنايا علاش كنصف دائره باش بها غادي نخدموا كيف ما كتلاحظوا هنايا في هاد الزاويه اللي غادي نخدموا النقاط. بالنسبه لهنا قلت لكم البدايه كنبداو بهنايا بهاد الجوانب نفس المسافه اللي غادي تكون منا غادي تكون منا في النقاط، وكنجيو كنبعدوا بواحد شويه وكنديروا نقطه هنايا ونفسها نقطه في الجهه المقابله نفس العبار بحال منا نص سنتيم منا نص سنتيم، وكنهبطوا هنايا كنديروا نقطه كنرجعوا منا كنديروا نقطه.
اون فوا كديروا هاد النقاط هادو بلاش ما ديروهم باش ما تغلطوش. اون فوا كنطلقوا هاد الخيوط صافي غادي يبان لكم هادو المكان ديالهم فين غادي يكون. انا غادي نخدمهم معاكم باش تفهموا اكثر. كنحاول نبسط ما امكن باش تفهموني. دابا دخلت الخيط. البرامه ديال الخيط نتاع التركي ها كيفاش كتكون، يعني ما مبروماش بزاف وما مرخوفاش، يعني كتكون مبرومه مزيان وفي نفس الوقت يعني ما غاديش تحلي في الخدمه، وفي نفس الوقت ما غاديش تكون مرخوفه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للالوان اللي دخلت، يعني علاش دخلت هاد الالوان، هي دايره قفطان فيه هاد الغوز فوشيا وفيه هاد الخضيطر وفيه هاد الارضيه، هو هاد اللون هذا وفيه هاد اللون وهذا الديكرادي ديال الثوب، وخدمنا باللون ديال الثوب، يعني كندخلوا اللون ديال الثوب والديكرادي ديالو وكندخلوا لون مغاير معاهم. والا كانوا كاينين جوج الوان في القفطان ولا المهم داكشي اللي حنا غادي نلبسوه من التحت كنديروهم بجوج. كانت جلابه بوحدها كندخلوا الديكرادي واللون ديال الثوب والديكرادي ديالو ولون مغاير اللي غادي يتمشى لنا مع الثوب. انا بغيت نشرح لكم كلشي في هذا الفيديو باش هكا يعني تكونوا عارفين ما تبقاوش حايرين علاش دخلنا هاد الالوان. المهم انايا دخلت هنايا، غادي نجي لهاديك النقطه اللي علمناها غادي ندخل فيها لهذا الشكل هذا. طلقنا الخيط الاول، كنجي غير حداه ما كنبعدش هي واحد شويه، نتمنى يكون واضح على هذا الشكل. حنا كنبقاو مركزين على هاد نصف دائره اللي راح انا هاد نصف دائره كنرسمها بعيني، يعني عارفه فين غادي نطلق الخيوط. بالنسبه للمبتدئين انا كنفهمكم باش تكونوا عارفين كيفاش الخدمه غادي تمشي. ها حنا طلقنا الخيط الثاني، شوفوا المسافه راه غير يعني جهد الابره هنايا بيناتهم. دابا غادي نجيو غير حداها في داك الخط، هانتوما غير حداها، هي غير حداها ما بعدش. غادي نطلع الابره وغادي نجي في هاد النقطه هادي على نفس السطر. ها هو السطر باين، شفتوا السطر، هاد السطر هذا. عاوتاني غادي نطلع من هاد الجهه هادي، كنبقاو نطلقوا جهه بجهه، منها كيتزير لنا الخيط وكيتثبت، ومنها كنعرفوا المقاسات فين غادي نحطوهم. ها هي النقطه الثانيه، غادي ننزلها هو الخط، هاد الخط هذا هو اللي غادي نلعبوا عليه. هاني نزلتها هنايا. دابا النقطات اللي قلت لكم بلا ما نديروهم غادي نهبطوا شويه هنا على هاد الخط هذا، هاد الخط هذا اللي جاي منا، وغادي نجيو للمنتصف ديال هادي وغادي على هاد الشكل. علاش قلت لكم ما ديروهمش؟ حيت ساهلين، ملي كتشكلوا الولا صافي هادو كيكونوا ساهلين. كنجيو لهاد الخط الثاني هنايا اللي غادي ينزل فيه نص الدائره كيف ما كتلاحظوا، وكنطلقوه في المنتصف ديال هذا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نرجعوا لهنايا، غادي نطلعوا على الجانب ديال هذا في هذه الجهه هذه. انايا مع التصوير ما عارفاش الابره كاع فين كندخلها، هنايا في هذا الشكل هذا كندخلها في الجانب ديالو، وكان نجي من فوق هذا الخيط وكننزل تحت هذا الخيط، وكنخلي هذا وكان نطلع من فوقه وننزل من تحت هذا، وكنطلع من فوق هذا وكننزل من تحت هذا. وحاولوا تشدوا الخيطان مزيان، يعني تدخلي الابره من الاسفل ديال الخيط، يعني ماشي تشدي المنتصف ديالو بحال هكا. راه ملي غادي تجي تخدمي راه غادي يبقى يلصق لك الخيط وما غاديش تهبط لك الخدمه وما تجيش مزيره هكا منسوجه. نتمنى تكون واضحه. دابا منين خرجنا الخيط من تحت هادي غادي نرجعوا نخليو هادي ونهبطوا من تحت هادي، يعني نطلعوا من فوق دي ونهبطوا من تحت هادي، ونوليو نخليو هذا الخيط ونوليو نهبطوا من تحت دا، وهي هكا عاوتاني نخليو دا ونهبطوا من تحت دا على هذا الشكل هذا. يعني كنخليو 3 لتحت وكان نهبطوا من تحت 3 على هذا الشكل هذا. وما حدني انا نخدم وانا كنهبط الخدمه ديالي، وكنمشيو على هذا الشكل، كنخليو دا كنهبطوا تحت دا، نخليو هذا نهبطوا تحت هذا، نخليو هذا نهبطوا تحت هذا. كيف ما قلت لكم حاولوا وكتبقاو تنزلوا هكا بالابره الخدمه ديالكم
باش تزير وتجي مزيانه على هذا الشكل هذا. اي فوا كتبديو وتخدموا كتبقى تبان لكم النتيجه ديال الخدمه والشكل كيفاش طالع. ها نتوما انايا كنخدم وكنهبط بالابره. ملي كتبدي تزير لي شويه الخدمه يعني كتبدي الخدمه تبان. شوفوا هاني كندفع من هذا الجانب هكا الابره بحال كنميلها لتحت باش تدفع لي هنايا الخدمه تهبط لي. دابا غادي نشد الخيط هنا بيدي وغادي نبقى نهبط الخدمه على هذا الشكل هذا باش نزيرها وهي غاديه على هذا الشكل هذا. سمحوا لي الا جا الفيديو طويل ولكن ضروري الفيديوهات التعليميه خاصها التوضيح وخاصك تعطي داكشي كيف ما كتخدميه نتيا باش يطلع نفس النتيجه مع الناس اللي غادي يجربوه. هكا نتمنى تكون الصوره واضحه على هذا الشكل هذا. وكندفع شفتوا كندفع الابره لهذا الجانب على هذا الشكل هذا باش تهبط لي الخدمه هنايا. غادي نوريكم هذه الجهه حيت هذه الجهه جاتني صعيبه انني نوريكم فيها على هذا الشكل. دابا طلعت راني نجي هنا للتالي وكندفع بحال هكا. شفتوا كندفع الابره هكا باش تهبط لي الخدمه. شوفوا دابا الخدمه بدات كتبان. ملي كنزيروها كتبقى الخدمه كتبان وكتجي منسوجه يعني كيجي داكشي معربز وما ما كتعرفيش الخدمه كيفاش ندارت. كنبقاو نخدموا على هذا الشكل حتى كيكملوا لي هاد الخيوط اللي منا في الجانب ما كيبقاوش يبانوا. دابا هاد الجهه راه صافي تقريبا الخيط كمل لي ما حدني كندفع وانا كنعرف الخيط واش كمل ولا باقي. وغادي ندوز للجهه الاخرى صافي على هاد الشكل. دابا غادي نبقى نخدم غير على ضربات الخيوط. اولا غادي ندير على هاد الشكل هكا نهز واحد ونحط واحد وكنجبد باش ما يبقاليش الخيط هنايا خارج وكنبقى نخدم غير على هاد الربعه بنفس الطريقه. نهز خيط شوفوا كنجبد هذا باش هنايا تصايب لي الخدمه وكنبقى نخدم بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد جوج خيوط اللي في الجوانب وانا كندفع الخدمه على هاد الشكل بالابره. ها نتوما نتمنى يكون الفيديو واضح. غادي نكمل هاد زوج خيوط ومنين ننتقل هنا غادي نرجع معكم. ودابا كما كتلاحظوا انا ساليت هنا. بغيت نقول لكم واحد المعلومه ان منين يكمل هاد الخيوط اللي في الجناب صافي ما تبقاوش عاد غير تزيدوا تخدموا حيتاش غادي يبقى الخيط يجي هنا فوق الخيط وغادي تبقى تبان من هنايا مكلبزه ومعركشه. المهم دابا صافي بقاو لي هاد جوج خيوط غادي نخدم عليهم بنفس الطريقه. كنهز خيط وكنحط خيط على هذا الشكل هذا كندخل تحت من دا ونولي ندخل تحت من دا وكنكملوا بنفس الطريقه على هذا الشكل هذا. حاولوا ان هاد الخيوط ما يجيونيش فوق بعضياتهم كيف ما قلت لكم باش الخدمه تجي نقيه ومفينيه. يوم فوا تكمل لي المساحه ديال الخيط صافي كنزل الابره اولا كندوز الخيوط الاخرين اللي كيكونوا باقيين لي صافي. دابا هذه هي الغرزه الاخيره وغادي نجي هنايا للوسط وغادي ننزل الابره على هذا الشكل هذا وصافي. ودابا كنكون ساليت هاد الخدمه ديالي كيف ما كتلاحظوا كتجي يعني منسوجه ويعني مزيره. كتشوفوا يدك هكا بحال اللي خدمها الماكينه يعني بحال اللي مخدومه بالماكينه. بنفس الطريقه غادي نكملوا الالوان كنطلعوهم هكا بهذا الشكل هذا يعني المائل باش هكا يجيو لون تابع لون على هذا الشكل هذا. شوفوا يجي لون هكا تابع لون على هذا الشكل هذا. اولا منين كنبداو من الفوق هنايا من الفوق كنستفوا الالوان شكون بغينا نديروه في الاول شكون بغينا نديروه في الاخير. من بعد كنجيو هنا كنبقاو نخدموا على هذا الشكل. من بعد كنجيو هنا كنبقاو نخدموا كل مثلث كنهبطوا مع اللون ديالو على هذا الشكل هذا.
نتمنى تكون الفكره واضحه. ان شاء الله منين غادي يكمل الموديل غادي نوريه لكم في المانكا مصور باش تشوفوه كيفاش جا. حتى لهنا كيكمل الفيديو ديالي، خليتكم على خير، نتمنى نكون فدتكم ويكون الشرح ديالي بسيط. يلا مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.